مش عايز اصدمك يا صاحبي، بس يؤسفني اقول لك الكلمتين اللي هقولهم لك دول. مفيش حاجه اسمها انا كنت بهزر معاه وهو اللي قموص. لو حسيت في مره ان كلامك بيضايق اللي قدامك او بيعصبه او بينرفزه او بيوصله لحاله مش كويسه، لازم توقف حالا، لان لو كملت ربنا هيحاسبك على كده. المؤمن لا يحزن اخيه المؤمن ابدا. باختصار، لو كلامك ضايق اللي قدامك لازم تسكت، لان لو كملت ربنا هيحاسبك على الكلام اللي انت قلته ده. هيحاسبك على كل مره هو اتضايق فيها، هيحاسبك على كل مره هو اتخنق منها، هيحاسبك على كل مره هو قعد لوحده وعيط وافتكر الكلام بتاعك وكان اثره سلبي على حياته. ومش انت اللي بتحدد الكلام اللي انت بتقوله ده حلو ولا وحش، المتلقي هو اللي بيحدد، صاحبك هو اللي بيحدد، اللي قاعد قدامك بيسمع كلامك هو اللي بيحدد. فلازم أن تشوف رياكشنات وشه وتشوف هو بيتضايق ولا مش بيتضايق. لازم أن تشوف رياكشنات وشه هو اتخنق من كلامك ولا ما اتخنقش عشان تكمل او ما تكملش. لازم أن تحس بالناس اللي قاعده قدامك واللي انت بتكونفرزيشن وبتتكلم معاها في محادثه مباشره. وفي النهايه مش المفروض تبقى دي علاقه المؤمنين ببعض. علاقه المؤمنين ببعض كلها محبه وموده واخوه، وكلهم ساندين بعض، مثلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الاخ يبقى سبورت الاخيه في كل الاوقات، يبقى في ظهره في كل وقت، ويبقى سنده، ويبقى فعلا اخ سند. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.